هنلعب نادي الافلام. مسلسلات بدون كلام. جمعوا كده براحتكم على ما ايه ما ناكل واحده بيتزايه كده عشان نشوف مهرجان المعجنات اللي احنا عاملينه دوت. جمعوا براحتكم بقى. نزلنا بوست بالنهار طبعا، ونزلت لكم صوره المقادير وقلت لكم ايه تفتكروا هنعمل ايه. الناس الجميله اللي بعتلي قلوب قلوب دي تسلمولي. كنت من فتره كده تعالوا احكي لكم حاجه على ما نتجمع. كنت من فتره كده اتصورت صوره في القناه وانا قاعده على رخامه المطبخ، ولقيت عليها كلام كتير قوي، وليه ومش ليه. والله يا جماعه انا بتعامل معاكم بطبيعتي، دي طبيعتي. ممكن تشوفوا عندي البيت هتلاقوني قاعده على المطبخ كده. احلى حكاوي واحلى كلام واحلى شغل بيتعمل وانت واقفه انت وحبايبك كده، وولادك بقى يقعدوا على الرخامه، انت تقعدي على الرخامه، فما فيهاش اي مشكله. والله انا لما بتعامل معاكم بطبيعتي جدا. ما بتصنعش حاجه، ما بعملش حاجه انا مش متعوده ان انا اعملها. بتعامل معاكم كانكم صحابي واخواتي وقاعدين معانا في البيت مع بعض، فما ببقاش حاطه في دماغي ان انا لا دوت ما ينفعش ان انا اعمله، لا ده ما ينفعش ان انا اقوله. انا بتعامل معاكم بعفويه جدا. طبعا التليفون بعيد فانا مش شايفه الكومنتات قوي، فنتجمع بس كده وبعدين. شايفين بسم الله ما شاء الله، دي خليه نحل محشيه جبنه شيدر مكعبات. دي خليه نحل ساده علشان هنحشيها مع بعض شوكولاته في كيس حلواني كده ببلبله، انا عاملاها ساده خالص. ده نوع من انواع خلايا النحل برضو، وكل اللي انا عاملاه دوت عاملاه بعجينه واحده. بصوا نوع من انواع خليه النحل بس شكلها مختلف، عامل زي الورده جوه بعضها. بصوا المنظر عامل ازاي. غير بقى حبيبه الملايين الميني بيتزا، كل ده معمول بعجينه واحده. وهعجن معاكم العجينه، وطبعا انا عامله عجينه متخمره لوحدها، وفي لسه بيتزا ميني بيتزا تستوي في الفرن، فكل ده هوريكم معاكم، هوريه لكم احنا مع بعض. ايه الهدف من اللايف؟ عشان بس ما حدش يقول. اولا الدنيا برد والمخبوزات والمعجنات في البيت بتبقى ريحتها رهيبه، بتدفي جدا. حاجات بالشكل ده انت مش بتشتريها من بره، حاجات سهله جدا وبسيطه بمكونات اساسيه موجوده في كل بيت. هتعمليها على قد ايديكي، مفيش ولا كبير ولا صغير ما بيحبهاش، مفيش ولا كبير ولا صغير ما بيحبهاش. حاجات كده ما شاء الله. تعمليها بقى يوم جمعه رايحين جنينه مع بعضيكوا كده، رايحين النادي، عايزه تعملي افطار يوم الجمعه مختلف، مش عايزه تعملي فول وطعميه وعايزه تعملي مخبوزات، مش هتلاقي احلى من ده. يلا اتجمعوا كده، انا محضره المقادير بتاعتنا ومخمرين عجينه، وعلشان نشوف مع بعض هوريكي دي انا عملتها ازاي. تمام. وخليه النحل طبعا مفيش اسهل منها، عجينه اتعملت اتعجنت اتخمرت اتكورت بقى عندك خليه نحل اهي. مش حاطه في العجينه بيض عشان انا ما بحبش البيض ولا في العجينه، ولا بحب البيض على الوش. هعرفكم احنا ازاي دهنينه بالشكل ده كده بالمنظر ده، واخدين اللون الحلو ده ازاي من غير ما ندهن بيض ولا اي حاجه. انا مش شايفه الكومنتات. بصوا انا هنزل وايه وابص على الكومنتات بتاعتكم. طب ما تدوني تليفون تاني ابص على الكومنتات قبل ما انزل. هنقرا الكومنتات شويه وبعد كده ايه انزل نشتغل. خليه زي ما هو. اديني تليفون، يعني دي تليفون اقرا الكومنتات وبعدين ايه انزل له. اللي في الفرن اخباره ايه؟ انزل اشوفه. اللي في الفرن اخباره ايه؟ في ميني بيتزا لسه بتستوي في الفرن. اتجمعوا كده عشان اعرفكم احنا عملنا ايه. والعجينه بسم الله حياه النبي منوره اللايف. استنى ابص على الكومنتات بتاعتكم وارد عليكم وبعد كده نبدا العجينه. هقول عمر سلمى هقول لك المقادير حالا، المقادير كلها موجوده والله. هوريكي وهنعجن مع بعض وهوريكم شكل العجينه هيبقى عامله ازاي. ايه هي العجينه؟ هرد عليكي حالا يا هناء. عينيا يا خالد عينيا. هقول العجينه حالا والله.
تجمعوا بس كده وهقول لكم العجينه ايه. اميره يوسف، هو انت فين يا نونا؟ انا على رخامه المطبخ. في البيت وعلى رخامه مطبخي. ساميه بتقول لي يا نونا انا بطبق كل المقادير بس المخبوزات بتطلع وحشه. بعد العجينه دي اللي هقولها لك، عجينه سهله جدا وبسيطه، مفيش حاجه تطلع وحشه. جمدي قلبك كده وخشي بقلب جامد تشتغلي في المعجنات هتطلع مظبوطه. العجينه الممتازه، او لو انت عايزه عجينه ممتازه وتطلع معاكي حلوه قوي، اهم حاجه المده بتاعه العجن. المده بتاعه العجن، اخدمي العجينه في العجن نفسه. المكونات مهما كانت هي ايه، اهم حاجه المده بتاعه العجن، اخدمي العجينه في العجن بتاعها. الله اكبر، الله اعظم، سبحان الله العزه والدوام لله. الله اكبر، الله اعظم، سبحان الله العزه والدوام لله. اياد لولو عايزه كريم لتفتيح البشره الجافه ورد عليا ضروري. انا بستخدم ريجينكس، مناسب لكل انواع البشره. فكرتوني بمناسبه ريجينكس، انا طالعه من غير ميك اب خالص، ومش حاطه لينسز، ومش حاطه اي حاجه اهو. استنى انا نسيت التليفون. شايفين؟ مفيش اي حاجه، ده شكلي من غير ميك اب. ياسمين محمد، يلا المقادير بسرعه، عينيا الاتنين حاضر، يخلص الاذان بس ونشتغل على طول. عجينه ايه، بيتزا ولا معجنات من نوع خاص؟ لا، دي عجينه تعمل كل حاجه. شيماء، العجينه دي لكل حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لوسيندا وخالد، يا لهوي عاملين دايت، اعمليها في اليوم الفري. عجينها قد ايه؟ اقل حاجه 10 دقايق، اقل حاجه تعجني فيها العجينه 10 دقايق. ولو العجان عندك ضعيف مثلا او مش هيستحمل، اعجني 5 دقايق واستني، اعجني 5 دقايق لحد العجينه ما تبقى لينه معاكي كويس قوي. سلمى يحيى ساجد عايزه اسهل طريقه لعمل البسكوت، عيوني اللايف الجاي ان شاء الله. ربنا يشفيكي يا موده ويعافيكي يا رب. سبحان الله العزه والدوام لله، سبحان الله العزه والدوام لله. نونا، وقت المخبوزات في الفريزر كام يوم؟ رد عليا. بصي ما بخليهاش اكتر من اسبوع، انا ما بحبش افرز اكتر من كده عشان بحس ان الخميره بتريح وطعمها ما بيبقاش حلو. فانا بشيل لو انا مفرزه مع مخبوزات اسبوع واحد بالظبط، كبيري قوي قوي 10 ايام. ساسو، قمر من غير ميك اب، ده جمال عينيكي والله، تسلميلي. قاعده فوق الكوانتر، قاعده فوق مطبخي والله، مش مطبخ حضرتك، ما جيتش قعدت على حجرك، مش فاهماكي، انا قاعده على مطبخي. ام خلود، تسلميلي ما نحرمش منك، الله يسعد لي قلبك. ام زياد، تسلميلي ده نورك. رباب سلامه، انا رحت قعدت على رخامه المطبخ اهو يا نونا عشان اعمل ميني بيتزا. لا يا الميني بيتزا مش هتتعمل بالقعده على الرخام. شدي حيلك كده واشتغلي معايا على طول. الله يسعد لي قلوبكم يا رب. بحق هذا الاذان ربنا يرزقكم الخير كله ويرزقكم اضعاف اضعاف مما بتتمنوا لي. بتتمنوا لي شر يرزقكم اضعاف، وتتمنوا لي خير يرزقكم اضعاف اضعاف اضعاف. منورين الدنيا كلها وما نحرمش منكم. يلا بينا، خلص الاذان، يلا بينا نشتغل في العجينه. عايزه في طريقه خليه النحل، وهي الخليه ينفع نحط فيها حاجه حلوه. طبعا اللي انا عاملاها دي محشيه جبنه شيدر، مكعبات جبنه شيدر دي انا حاشياها ساده، عاملاها ساده لاني هحشيها بعد ما بردت. لكن لو عايزه تحطي فيها مكعبات من الشوكولاته، لو عايزه تحطي فيها مكعبات من الشوكولاته وتسويها وتسيح جواها ما عنديش اي مشكله. عايزه تحطي فيها نوتيلا، عايزه تحطي فيها ماكس نوتيلا اللي هي المصري، ما فيش اي مشكله. بس انا اتعمدت ان انا اعملها ساده، وهحط الشوكولاته اللي هي النوتيلا في كيس حلواني واحشيها بعد ما استوت. طبعا ينفع ان احنا نعملها، ممكن تحشيها مربى، ممكن نحشيها كاسترد، ممكن نحشيها كريم باستري، اللي انت عايزاه كله اعمله. يلا بينا، جاهزين نبدا العجن؟ يلا بينا.
هنزل مع الرخامه واوريكم اخبار الفرن ايه. تعالوا نبص على الرخامه على في الفرن الاول. هعكس الكاميرا بتاعت الموبايل واوريكم اللي في الفرن، تمام، وبعد كده نشتغل في العجينه. استنى. يلا بينا بالراحه. ايوه هات انا اعكس. بسم الله. نعمل كده. يلا بينا. بسم الله. رجلي نملت في الشويه دول. تعالوا نبص على العجينه. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا تعالوا. استنى تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اهو. تعالوا نبص على العجينه. بصوا شايفين؟ ممكن البيتزا صيامي، الميني بيتزا، عينيا الاتنين حاضر. روجينا عرفات منوره الرخامه حبيبتي، منوره بيكي. يلا بينا كده نطلع نبص على العجينه. يلا تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف المقادير وننسى اللي في الفرن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا. هنركن كده الحشو على جنب والوش ونبدا في العجينه. العجينه في منتهى السهوله. انا قلت لكم قبل كده مليون مره ان في حاجه اسمها ستاندر عجين. ايه هو ستاندر العجين ده؟ اللي هو بيبقى 5 مكونات. تابت ومتبت في الرخامه. اللي هم 5 مكونات، اللي هو ايه؟ دقيق، ومعايا سكر، ومعايا خميره، ورشه ملح، وطبعا الميه الدافيه للعجن. طيب ده الاساسي اللي اتكلمنا فيه قبل كده. الاساسي ده موجود عندك يبقى امان. ادي دقيق، ملح، خميره، سكر. تعالوا نحطهم مع بعض عشان انتوا شايفين. ادي ده كيلو دقيق، ده كيلو دقيق معايا اهو. ادي ملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر. ده الاساس بتاعي. ناقص ايه؟ ناقص الميه الدافيه. معلش اديني الكتل. ناقص الميه الدافيه ويبقى كده دي عجينه. طيب ده الاساسي. الزيادات بقى اللي انا هعمل ايه؟ معلقتين كبار من اللبن البودر، حطيتها كده. هحط كمان، هحط معلقتين من الزيت، بس ده في الاخر خالص بعد ما اعجن واخلص في الاخر خالص. طيب وادي الميه الدافيه اهي، خليتها غليت في الكتل وسبتها تدفى. ماشي. ادي المكونات بتاعتي. الحشوه بقى ايا كان اللي موجود عندك. العجينه دي اللي خمرانه دي، بصوا المنظر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكل العجينه عامل ازاي؟ خمرانه وتمام وزي الفل. طيب هسيبها كده وتعالوا اشغل العجان. بسم الله. زي ما قلت لكم، حته ان انا احط العجينه في العجان دي وتتخدم كويس قوي، دي اضمن حاجه او اضمن عجينه تطلع لك. لازم العجينه تكون مخدومه كويس قوي، او لازم العجينه تكون واخده حقها في العجن. ادي الدقيق وعليه السكر وعليه الملح واللبن البودر والخميره. هحط ده كله كده. واهم حاجه نوع العجان اللي انت بتشتغلي فيه يكون كويس جدا ويكون مضمون. ما يبقاش ان هو التروس بتاعته بلاستيك، ما يبقاش ان هو مجرد ما تعجني فيه وتقلتي العجين ان هو يبدا يفك او يبدا ان هو يتحرك. انا حطيت الحله بتاعتي دي بتاخد حوالي 2 كيلو زيت، لكن انا عامله فيها كيلو بس. طيب حطيت المكونات بتاعتي كده، هقفل العجان. الميزه بقى عندي في العجان اللي انا بستخدمه اللي هو رافال، طبعا انا عملت لكم عنه ريفيو قبل كده، ان هو فيه 6 سرعات. تمام. انا حاطه السلاح بتاع الكف الاول، هبدا يا دوب اخلط بيه، ومجرد ما تتخلط شويه هبدا ان انا اشيل سلاح الكف وابدا ان انا استخدم الخطاف. طيب وهو شغال كده الغطا بتاعه اهو محكوم عشان ما يطلعليش دقيق ولا حاجه بره. الميه لازم تكون دافيه، لازم تكون دافيه، ما تبقاش مغليه. لو مغليه هتقطع الخميره، هتوقفها لي، هتموتها لي بمعنى اصح. فانا
غليت الميه في الكاتل وسبتها تبرد علشان تدفى، ما تبقاش بارده خالص. خلوا بالكم اللي انا بقوله عشان العجينه تطلع معاكم ممتازه. هبدا ان انا اشغل على اول سرعه، يا دوب اخلط بس المكونات. هنزل بالميه شويه شويه، وانا عامله كده العجان بتاعي شغال بالشكل ده. بدات اخلط، ابدا اعلي السرعه بالشكل ده كده، شايفين؟ وابدا ان انا ازود ميه، وارجع واقول الميه تكون دافيه مش سخنه. نضيف شويه ونستنى علشان ما نزودش الميه قوي وارجع بعد كده اقول يا نهار ابيض ده انا محتاجه دقيق. فنخلط ونستنى، نخلط ونستنى. تعالوا بصوا كده كده، عايزه شويه كمان. شايفين منظر العجينه عامله ازاي؟ حبه كمان. واستنى ما زودش كتير. بصوا بقى في هنا حاجه عايزه اوريها لكم. انا وقفت العجان عشان تسمعوني. شايفين المنظر؟ بسم الله. العجينه ما بقاش في دقيق ظاهر، العجينه مش موجوده في العجان من الجوانب. في اللحظه دي هعمل ايه؟ هعمل كده، هشيل السلاح بتاع الكف وابدا ان انا احط سلاح الشطاف. في اللحظه دي انا مش عايزه ميه ولا عايزه اي سوائل. هعمل ايه؟ كل اللي محتاجاه ان العجينه تتخدم عجن، وده اللي انا اتعملت فيه، اللي اتكلمت فيه اول ما وريتكم المعجنات. عندي ايه؟ فاضل لي الزيت. انا محتاجه ايه من الزيت؟ معلقه، معلقتين بالكتير قوي، معلقه او معلقتين بالكتير قوي. اهو عندي بوله اهي، شايفين؟ يا دوب معلقه كبيره او معلقتين، خليها معلقتين. هبدا ان انا اضيفهم كده حبه واشغل العجان وابدا ان انا كده. انا مش عايزه حاجه فيه. بالنسبه للعجينه مش عايزه حاجه فيه. طب هو كده وقت العجن بتاعها خلص؟ لا طبعا، انا سايباها تاخد براحتها، تاخد وقتها في العجن، تاخد الوقت بتاعها في العجن. دي بقى خدمه العجينه، دي بقى خدمه العجينه. ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا نخدم العجينه كويس. اقل حاجه تخدميها العجينه 10 دقائق علشان يبقى ليها عرق، تبدا ان هي تشتغل معاكي، تبدا ان هي ناعمه. انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا شكل العجينه، بصوا مقطعه ازاي. استحاله ان انا همسك العجينه دي، حتى لو مسكتها عملتها كده اهو، بصوا استحاله ان انا اشتغل بيها. بصوا من جوه. طب دي ناقصها ايه؟ ميه؟ لا دي بصوا جميله اهي، ناعمه، مش محتاجه ميه ولا اي سوائل. امال محتاجه ايه؟ محتاجه عجن، محتاجه خدمه ان هي تتخدم في العجن. فانا كل اللي محتاجاه هنزل كده العجان حواليها، ما فيهوش اي زيادات من الدقيق، ما فيهوش اي سوائل ولا اي حاجه. كل اللي محتاجاه اعمل كده واشغل العجان، تبدا ان هي تتخدم. اتخدمت وهوريكم شكلها، نبدا ان احنا نسيبها تخمر ونشتغل. ارجع واقول اهم حاجه العجن. طب منى، عشان انا عارفه ومتاكده جدا السؤال دوت هلاقيه كتير قوي في الكومنتات، العجان اللي انت شغاله بيه، مع ان انا قلت لكم قبل كده لو رجعتوا على الصفحه دورتوا هتلاقوا عجان رافال موجود في هتلاقوا عجان رافال الريفيو بتاعه، وانا موريه لكم وشغاله بيه وعجنت بيه قدامكم وعملت بيه عصير، لان هو 3 في 1، في كمان خلاط وفي مفرمه. طيب نونا، انا مش عايزه الخلاط والمفرمه عشان انا عندي. هل هينفع ان انا الاقي من رافال عجان بس؟ اه طبعا. طب هل في مفرمه وعجان مع بعض من غير الخلاط؟ اه طبعا. ادخلي على صفحه رافال، وهبقى اما اخلص اللايف هحط لكم اللينك بتاعها علشان لو عايزين العجان من هناك تبداوا تطلبوه. عجان رافال حلو جدا جدا جدا، معاه ضمان، الحله بتاعته ستانلس،
الاسلحه بتاعته ستانلس، التروس بتاعته الومنيوم مش بلاستيك، فبيتحمل كميه كبيره من الدقيق والعجن. عنده بقى حاجه كمان انا بحبها فيه قوي، ان هو بيفصل اوتوماتيك. يعني ايه بيفصل اوتوماتيك؟ يعني وانت شغاله زودتي مثلا كميه الدقيق عليه، لقيت ان هو بيتحرك بالعافيه، ما يفضلش شغال ويتحرق منك. مفيش الكلام ده. الميزه فيه انا عشان كده بسيب عيالي يشتغلوا بيه عادي، عشان انا مطمنه حتى لو انا مش واقفه جنبيهم وهم بيبداوا ان هم يشتغلوا، زودوا الدقيق اوتوماتيك بيفصل. لو الحمل شغال زياده عليه او الدقيق زياده عليه، اوتوماتيك بيفصل كهرباء، ما يفضلش بقى شغال وايه ويدي. انا عايزه ابص على اللي في الفرن. تعالوا بصوا. بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنطلعها بقى دلوقتي ونرجع نشتغل في العجينه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تعالوا كده. شايفين شكل العجينه من تحت عامل ازاي؟ ايه سخنه. بصوا المنظر. سيبها تبرد بعدين اوريها لكم. استنوا بس اما انزلها من على خليه النحل والحاجه اللي انا عاملاها. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نقفل الفرن كده تمام وزي الفل كده. طلعنا وناقص بقى ايه؟ زي ما قلت لكم ان الميزه في عجان رافال ان هو تمام وزي الفل، وحته ان هو يفصل الكهرباء دي حلوه قوي. هسيبه بقى كده على جنب يشتغل وهوريكم شكل العجينه. شفتوا المنظر اللي انا وريته لكم دلوقتي؟ هشغل عليه واوريكم. بصوا شفتوا؟ دي بقى مهمه جدا بالنسبه لي. شفتوا انا؟ بصوا لازم، بصوا شايفين الكاوتش اللي تحت ده علشان يبقى ماسك في الرخامه كويس قوي وماسك في المطبخ. مفيش حاجه اسمها ان هو يقعد يترج ويتهز وزي الغسالات كده لما تروحي تجيبيه من اوضه ثانيه. لا ما شاء الله اللهم بارك عليه. هشغل على العجينه، نشيل كده الكتل وايه، ونبدا ناخد العجينه اللي احنا مخمرينها ونشتغل. احنا عندنا الدقيق فين؟ الدقيق الزياده فين؟ احنا سحبنا ال5 كيلو ما شاء الله. مش مشكله، نشتغل على الرخام واحنا بنغلب ولا زيت. ما بنغلبش. الدقيق سحبت كله في المعجنات ما فيهاش اي مشكله. اهو بصوا في رشه. نشتغل عليها. اشتغل على الرشه دي، اشتغل على الرشه دي. اهو بصوا والنبي ولا هيحي. اهو نشتغل على الرشه واحنا لا ما تجيبش خلاص. يا سلام. تعالوا يعني فرضا انا عامله معجنات في نص الليل والماركت قافل، هحتاس مش هحتاس. اتزنقتي قوي اعملي بدهنه زيت، ما توقفيش على حاجه. بصوا بقى ادي العجينه اهي خمرت. الله اكبر. استنى ما نشغل العجان وهحاول اعلي صوتي عشان تبقوا سامعيني. على الهادي 5 دقايق ونفصل وعلى الهادي. العجينه اللي انا مخمراها نعمل كده. بصوا طلعنا الهواء منها خالص. وابدا ان انا اعمل كده. الله اكبر على العجينه بتاعتي. ده بقى اللي انا بتكلم فيه. بصوا ناعمه مخدومه جدا في العجن. شايفه المنظر عامل ازاي؟ طيب اول حاجه هعملها عايزه ميني بيتزا ماشي. طيب انا هقسم العجينه 2 كده اهي. بص المنظر الله اكبر عليه. طيب الاسترتش اللي انا شلته من على العجينه هلف بيه العجينه عشان وشها ما ينشفش مني واجي اشتغل بقى على طول. بص هنعمل خليه النحت ماشي. نعمل كده، بتعملي الكور كلها قد بعضيها بالشكل ده كده. بس العجينه مخدومه ازاي؟ الله اكبر اللهم بارك. شايفه؟ على حسب اللي انت عايزاه. طلعت كام؟ الله اكبر.
5 يعني طالعه 11 كوره، وابدا ان انا امسك كوره كوره واروح لما. ده فيديو كده تعليمي عشان الناس اللي ايه، بصوا الم الاطراف كلها لجوه واروح على ايدي كده واعمل كده. لو انت شغاله في العجين على طول هتكوري وعلى الرخامه تعملي كده. شايفه المنظر؟ بتكوري بالشكل ده كده وترصيهم على جنب. تاني بتمسكي كده تدخلي العجين جوه بعض عشان تبقى بهوره لكنها زي البقجه كده اهي. الثانيه عشان انا هشتغل في الاثنين مع بعض. تجمعي كده جوه بعض اهي، وتروحي ماسكه على الرخامه كده اهي. بطن ايدك هي اللي على العجينه، بتعملي كده ما تضغطيش، تحركي على طول بالشكل ده كده. شايفين؟ ما شاء الله عليها اهي وتركيبه. عايزه اقول لكم العجينه في العجان ملبن 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 زيكم كده. تمام كده اهو. شايفين؟ تخلصي كميه العجين كلها وتكوني محضره الصينيه بتاعتك. صينيه بقى بتتفتح بقاعده، صينيه عاديه اللي انت عايزاه. انا هعمل لكم دلوقتي في صينيه المونيا عاديه علشان دي اللي موجوده عندكم في كل بيت، فعشان انت ما تقوليش ايه لا نونا جايبه صواني مش عندنا، نونا جايبه حاجات غاليه تاني ماني. لا انا هشتغل في صينيه المونيا زي اللي عندك بالظبط. شايفين؟ من غير ما احط رشه دقيق على الرخامه ولا حاجه. شايفه؟ ما شاء الله اللهم بارك. اخر قطعه اهي معايا. بصوا بطن ايدي اهي هي اللي على العجينه وصوابعي مفتوحه، انا مش ضاغطه مش دايسه، لا اهو. شايفين؟ في فراغات في ايديا، انا مش دايسه على العجينه، بعمل كده وبحرك. بصوا العجينه الكوره، بصوا العجينه ماشيه جوه ايدي ازاي بتتحرك، تطلع بالشكل ده. يعني بصي عايزاكم تدخلوا المطبخ وتطلعوا الشيف اللي جواكم، تدخلوا المطبخ وتطلعوا الشيف اللي جواكم. صور انت طيب، طلعوا الشيف اللي جواكم. بصوا عملنا العجين، ابدا ان انا اعمل ايه؟ ممكن تغطيه بفوطه، بس انا عشان هشتغل فيها على طول مش محتاجه فوطه. هجيب صينيه وارجع لكم. تعالوا بصوا على العجين. شايفين الشكل؟ بصوا العجينه بقى ازاي. ده هوريكم انا هعمل بيها ايه. جبت صينيه صغيره، سنه من الزيت، سنه بسيطه كده. نجيب فرشه وابدا ان انا اغلف الصينيه كلها كويس بالشكل ده. تمام تمام. بسيب فراغ بين كل كوره والتانيه. ليه؟ عشان هيتملي معايا. عايزه تصغري الصينيه بقى طبعا ما عنديش اي مشكله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بنلفها ستريتش او بنحط عليها كيس ثلاجه. بالمنظر ده كده، واسيبها تخمر في مكان دافي. الدنيا عندك برد زي ما احنا ما برد دلوقتي، حطي عليها فوطه واركنيها شويه. طب الدنيا عندي برد الدنيا عندي برد ومستعجله وعايزاها تخمر بسرعه، اعمل ايه؟ تغلي ميه في الكاتل وتحطيه في بوله وتروحي حاطه الصينيه في الفرن وتحطي البوله تحتها. البخار اللي هيطلع من الميه هيبدا ان هو يخمر لك العجينه وتطلع زي الفل. تمام تمام. طيب نركن دي على جنب وتعالوا نشوف التاني.
طبعا بعد ما بتبدا ان هي تخمر وتملى الصينيه خالص، ببدا ان انا اجيب ايه، قهوه سريعه الذوبان اللي هو النسكافيه يعني، تمام، واروح حاطه عليه حبه حليب بالشكل ده كده، وابدا ان انا افكك ده كله كده وادهن به الوش، عشان ما بقاش حاطه بيض ولا اي حاجه فيها زفاره. ده خليط الدهان اللي انا بستخدمه في كل حاجه، سواء خليط النحل الحلوه، سواء اللي هي وحشيه جبنه، سواء اللي هي البيتزا، كل واحد. نونام، انت حاطه الخليه اللي انت عاملاها دي، حته ان هو بيمسك في الرخامه دي يعني حاجه متعبه. دي انا حاطه عليها سمسم من فوق وحبه البركه. طب تعالوا كده نفتح واحده. بسم الله، الله اكبر. لا استنى، ده انا عايزه اوريهم حاجه. الله اكبر، اللهم بارك. هقلب لكم الصينيه كده. بصوا الارضيه بتاعت العجينه عامله ازاي، بصوا الارضيه بتاعت الخليه عامله ازاي، الجبنه سايحه اصلا جواها. بسم الله، بسم الله ما شاء 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 الله. بصوا كده، صلي على رسول الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ دي هنشتغل بيها دلوقتي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طب ما تيجوا نفتح كده واحده من جوه. بسم الله، الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، بسم الله، الله اكبر. تعالوا الف لكم الصينيه عشان تبقوا شايفين شكل العجينه. بصوا المنظر، بصوا، الله اكبر، اللهم بارك. بصوا، شايفين؟ شايفين الشكل؟ ولا ملكومه ولا مكوكه ولا اي حاجه. ليه؟ عشان العجينه مخدومه كويس قوي، التسويه بتاعتها صح، هتطلع معاكم زي الفل، وريحتها او ريحه المخبوزات عموما في البيت تجنن. حطي بقى اللي انت عايزاه، ان شاء الله حتى تحشيها لحمه مفرومه، احشيها بيض بالبسطرمه، احشيها ميكس جبن، حته جبنه اسطنبول عندك كده اطحنيها كده اهوت، وحطي معاها شويه زيتون، بس ما تحطيش طماطم، قرن فلفل حامي كده. عظمه. تعالوا بقى نسيب دي كده اهو، دي لما هتخمر هتملى الفراغات دي. نعمل الخليط بتاع الدهان اللي هو ده، شويه حليب مع حبه نسكافيه ودهنا بيه الوش. بعد كده على الوش ايه، حبه سمسم وحبه البركه، هيطلع معاكي زي الفل. طيب اول حاجه عملناها اللي هي دي، تخمر بس شويه كده، وهبدا ان انا نحط عليها الدهان. طيب تعالوا بقى اوريكم حاجه قبل ما نبدا في العجنه الثانيه، او ما قبل ما نبدا في التشكيل الثاني. نشيل بس السمسم اللي على الرخامه علشان ما يمسكش في العجينه. بصوا بقى، تعالوا كده، بسم الله، صلوا على رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بصوا مكملناش، انا ما كملتش 10 دقايق عجينه. ده بقى اللي انا بتكلم عليه، جوده العجان ان هي تعجن لك كويس. بصي ملبن، شايفين؟ دي بتاعت الكلافز، لكن انا بقى واحده من الناس بحب احس بملمس العجين قوي. بصي ما شاء الله. طيب اعمل كده، وفي نفس الحله بتاعت العجان اعمل كده، واشيل السلاح واقفل واسيب تخمر. عايزه تحطي هنا فوطه ماشي عشان تقفلي بيها الدنيا، عايزه تحطي منديل، هي كده متقفله من كل ناحيه، فهي هتخمر في نفس الحله الستانلس بتاعتها. الله اكبر عليها. الحله بتاعتنا كبيره، بتاخد 2 كيلو دقيق. العجان بتاعنا تحفه ما شاء الله، اللهم بارك عليه. حته الكاوتش بتاعها دي حلوه جدا علشان ما يتحركش منك وانت شغاله. حته ان هو يفصل كهرباء وانت شغاله لو الضغط كان عليه زياده، دي ممتازه ممتازه ممتازه. التروس بتاعته بتتحمل كميه الدقيق اللي بتحطيها، لان هي مش بلاستيك، دي الومنيوم، فبتتحمل حلوه قوي. العجان رافال هايل بقى، ايد اليمين في البيت. طيب نيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل الميني بيتزا. ما تديني صاج صغير كده. بصوا بقى، نعمل كده. العجينه اهي، بقت العجينه هقسمها برضو 2
علشان اوريكم الورده دي انا عملتها ازاي. بصوا المنظر، تعالوا نفتحها. الله اكبر، اللهم بارك. عايزه اقول لكم الجبنه بس طالعه سايحه من هنا، لكن هي هنقلبها برضو. الله اكبر، اللهم بارك. بصوا معايا، بصوا معايا، صغير. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا، شايفين الطراوه؟ طب ما تيجي ناخد منها حته كده. صلي على رسول الله. شايفين الشكل من جوه؟ بصوا المنظر، شايفين؟ شايفين؟ بصوا بصوا، ولا في حاجه ملكوكه ولا الكلام ده كله. الجبنه دي جبنه سايحه اهي، الجبنه دي جبنه سايحه، ودي جبنه سايحه بس بردت طبعا. بصوا، ده اللي انا بقى يهمني. دي خدمه عجين او خدمه عجنه مخدومه كويس قوي. نحطها كده تاني ولا خليها من فوق كده؟ وهوريكم برضو شكل الورده ده احنا عملناه ازاي. احنا ممكن نحطها الناحيه دي عشان اعرف اشتغل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تخيلي بقى لما تعملي كده المعجنات الحلوه دي عندك في البيت وبايه، باقل حاجه. اديني كده فوق. بصوا بقى، دي هنقسمها 2 عشان اوريكم انا عملت ايه. الميني بيتزا، العجينه اللي مش هتشتغلي فيها استريتش او كيس تلاجة، ما عندكيش استريتش، كيس تلاجة، وتتلف كده كويس علشان ما تشققش والوش بتاعها ما ينشفش. نركن على جنب. نيجي للميني بيتزا. شفتوا اللي انا لسه عاملاه ومكوراه الخليه اللي هو ده؟ انا عايزه الاصغر. شايفين؟ اختي اتحركت. بصوا بدات تخمر ازاي. بصوا بدات تخمر ازاي. تمام كده كده. اصلا الفرن كنت مشغلاه. طيب انا دلوقتي الفرن كنت مشغلاه وسخن، اعمل ايه؟ ما هحطها هنا كده عشان تسخن. انا كده كده عايزه الفرن يشتغل علشان انا محتاجاه. هعمل كده. بسم الله. كده الفرن شغال. هبدا ان انا اقفل كده، والسخونيه بتاعت الفرن اصلا، سخونيه الفرن هي اللي هتخمر لي العجينه. طيب نيجي بقى دلوقتي للميني بيتزا. اهو هي العجينه اللي احنا اشتغلنا بيه. اعمل كده، شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. بصوا صغننه ازاي. تخيلوا بقى لما تعملوا كيلو دقيق يطلع لكم قد ايه. صغنن كده كده. شايفين الشكل؟ كل دي او كل واحده منها او كل عجينه منها هتطلع لنا بيتزايه صغنن. نقطع صغنن كده اهي. وبرده نفس النظام اللي احنا عملناه، نعمل كده، نلمها جوه بعضها كده، ونسيب نريح على جنب. نريح هنا اهو، علشان اهم حاجه حته الراحه دي. لازم العجينه بتاعتنا ترتاح علشان لما نيجي نفردها سواء صغيره سواء كبيره تطلع معاكي زي الفل. العجينه هنا بتاعتنا الله اكبر، الله اكبر. انا عايزه اقول لكم ما اتغطيتش ولا اي حاجه. تعالوا بصوا جوه العجان نفسه. بصوا المنظر، بصوا الحجم بتاعها اصلا بيزيد ازاي. شايفين الحجم اصلا بتاعها بيزيد ليه؟ علشان الميه دافيه والخميره معانا شغاله ما شاء الله عليها. العجينه اتخدمت كويس، فهتلاقيها قامت معاكي على طول وبكل سهوله. نعمل كده. طبعا الصلصه بتاعت البيتزا بتبقي مجهزاها اصلا. انا النهارده بصراحه ما جهزتش الصلصه، انا كنت جايباها جاهزه زي ما وريتكم كده في الصور. كنت جايبه صلصه بيتزا جاهزه، لكن لو انت عاملاها عندك في البيت هتطلع معاكي زي الفل. هاتها بصوا بقى كده الصاج بتاعي اهو. تمام. الفرشه دهنه زيت بسيطه جدا، نقطه زيت كده. ابدا ان انا اعمل كده. بالشكل
دهنت الصاج كويس قوي وتمام وزي الفل. ابدا ان انا البيتزا بتاعتي اهي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا عايزاها السمك ده. ليه؟ علشان هي هتخمر تاني وهتطلع معايا تاني. انا عايزه السمك ده علشان هي هتخمر معايا تاني. واروح شايله كده اهي التانية بالشكل ده اهو، بالمنظر ده كده، وارجع اشيل واعمل. بتبداي تخلصي العجينه كلها، او بتبداي تخلصي المقدار كله. والبيتزا الصلصه بتاعت البيتزا لو انت عاملاها عندك في البيت لازم تكون بارده، اوعي تكون سخنه. لو سخنه هتخرم لك العجينه، وهتبدا ان هي تطريها وتبدا ان هي تفتحها وتخلي العجينه نفسها تبوش. فعلشان كده بقول ان احنا نخليها بارده. ايا كان بقى اللي موجود عندك في البيت، زيتون، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، حبه سمسم وحبه البركه عايزه تحطيهم، بس انا مش هحطهم بصراحه، انا هعمل بس كده. طماطمايه، قرن فلفل كده تقطعيه، اي حاجه. على راي امي ربنا يديها الصحه ويشفيها ويعافيها يا رب، تقول لك البيتزا دي بواقي اكل، عشان هي فعلا بواقي اكل. عندك حبه لحمه مفرومه في البيت متعصجين ومش عارفه تعملي بيهم ايه، وقليلين عشان تعملي مثلا صينيه بشاميل ولا صينيه جلاش، اعملي بيهم بيتزا، اعملي بيهم خليه النحل. هتبداي ان انت تحشي بيها وهتطلع معاكي زي الفل. بصوا الشكل عامل ازاي، ما شاء الله. عجينه مخدومه في العجن كويس، مقادير مظبوطه. انا كل اللي حاطاه النهارده الستاندر الاساسي، ومزوده عليه معلقتين زيت مع حبه لبن بودر، ما حطيتش اي حاجه تاني. الزيت موجود عندنا وعندكم الخير كله يا رب ان شاء الله. وان شاء الله حتى يكون زيت تموين، بس ما يكونش ليه ريحه يعني، يكون اللي هو النضيف. تمام. هتبداي تعملي بيه العجينه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مش قادره اقول لك المنظر عندي عامل ازاي. بصوا العجينه عماله، بصوا الله اكبر. وانا مش عارفه هي باينه في الكاميرا ولا لا ان هي بتزيد، بس ما شاء الله. بصوا كده، تعالوا كده، شايفين نقفل عليها تاني ونسيبها تخمر ونخلص الميني بيتزا بتاعتنا. انا طبعا مش شايفه كلامكم، ممكن نجيب التليفون التاني طيب ابص على كلامهم على ما نخلص. انا فاضل لي خلاص 3 كمان اهو، او 2 3. الفرن عندي شغال، بنسوي على درجه حراره 180 او فوق ال 180 شويه، يعني سخني على 200، سخني على 200 وبعد كده ايه انزلي على 180. انا مش هحط تاني كده، هو كفايه قوي كده على الصاج. بصوا كده العجينتين دول انا ممكن احطهم وان انا اشتغل يدخلوا جوه العجين. بصوا انا عملت ايه، انا بص للتليفون اللي هنا اللي فضل من العجين، انا رحت حطاه جوه العجينه الثانيه اللي انا هشتغل بيها، وارجع الف كده عشان اشكل بيها حاجه ثانيه. طيب نيجي هنا كده واجي بصلصه البيتزا بتاعتنا. حاجه بسيطه قوي كده، ما وصلش للحروف. ليه؟ علشان انا عايزه الحروف دي هتقب وهتحمر لوحدها علشان السكر اللي احنا اصلا حاطينه فيها. بصوا بسيط كده، وتكون بارده ما تبقاش سخنه. عايزه تفرديها اكتر من كده ماشي، تكبريها ماشي. عايزه تكبري العجينه وتعملي بيتزايه كبيره واحده، اللي انت عايزاه كله اعمليه يا ست الكل. بالشكل ده كده. عندنا ايه؟ عندنا طبق اهو خضار مشكل، مش هتحتاجي كتير. الميني بيتزا اصلا ما بتاخدش كتير كده. شايفين الشكل؟ قرن فلفل رومي، عايزه تحطيه حراق ما عنديش اي مشكله. مكعب 1 طماطم عشان بس ايه يكسر اللون. عندك زيتون الاخضر ماشي، عندك زيتون عادي مش مخلي ولا متقطع شرايح، قطعيه انت على ايديكي مش هيقولك لا. شايفين الشكل؟ الله اكبر اللهم بارك. الفرن بتاعنا شغال سخن، نبدا ان احنا نحط فيه الحاجه بتاعتنا، هيطلع معاكي زي الفل. بعد ما بنبدا ان احنا نحط الحاجه الحشوه
او الوش بتاعها ببدا ان انا اسيبها شويه وبعد كده ابدا اسوي. انا عشان هسوي على طول مش محتاجه ان انا حته ان انا ادخلها تتشمع وارجع بعد كده اسويها، لان هي صغيره مش تاخد وقت في التسويه. لكن لو عامله بيتزا كبيره او صينيه كبيره يعني، لا دخليها تتشمع الاول 5-7 دقايق كده، وبعد كده طلعيها حطي عليها الحشوه بالجبن عشان هتاخد وقت اكتر. وما تنسيش في الارضيه لو البيتزايه كبيره ترش رشه سميد، لكن انا برضو النهارده عامله رشه زيت بس او دهنه زيت بس، فاهماني؟ دي مش محتاجه ان هي تتخرم من النص، هتطلع معاكي زي الفل. بتتغطى برضو ستريتش او بتتساب ان هي تخمر شويه وبتبداي ان انت ايه تعمليها. طيب الجبن عايزه موتزاريلا ماشي، عايزه شيدر ماشي، تعالوا نحط كده سنه صغننه سنه صغننه من كل حاجه كده. انا بصراحه كنت هنسى الجبن فكروني بيها. نعمل كده وادي الشيدر هنا، ايا كان اللي موجود عندك حطيه، ايا كان اللي بتحبيه اعمليه. في الاول وفي الاخر دي ايه على راي امي، دي بواقي اكل او بواقي تلاجة، فمش شرط ان انت تجيبي حاجه مميزه. عملنا الميني بيتزا اهي المستوي بتاعها، او تعالوا نحط الني جنب المستوي. شايفين الشكل؟ الله اكبر اللهم بارك. فاضل عندنا ايه تاني؟ نجيب صينيه صغنونه خالص. خير 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 عشان اوريكم اللي هي الوردات. تعالوا اوريكم بقى الوردات كده بالجزء اللي هو اللي فاضل من العجينه. نفس النظام، رشه زيت بسيطه جدا 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 نقطه. انا مستخدمه اصغر صينيه عندي علشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. دهنا زيت تمام وزي الفل. ابدا ان انا امسك العجينه، عايزه اقول لكم العجينه اللي في العجان يا سيدي عليها. مسكنا دي وابدا ان انا اقطع قطع كده. وهبدا ان انا ادورها كور صغيره او دوائر صغيره زي ما كني هعمل ميني بيتزا، وهوريكم دلوقتي اعملها ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فين الشكل بتاعها؟ استنى مره. بصوا ده الشكل اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، بس الفرق بينها وبين الميني بيتزا ان دي هرققها شويه، يعني هخليها ارفع شويه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. برضو بنلم اهم حاجه تكويله العجين ولم العجينه جوه بعضها كده بالشكل ده. الناس اللي كاتبالي في الكومنتات وبتسال على العجان هحط لكم اللينك بتاعه، حاضر عينيا الاثنين، وادخلوا اسالوا على العروض بتاعته. عامل عروض حلوه جدا على فكره جدا. الناس اللي عايزه كبه، الناس اللي عايزه خلاط، الناس اللي عايزه عجان وعايزاه لوحده فرداني من غير ما يكون معاه مفرمه او يكون معاه خلاط، عامل عروض هايله 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 بمناسبه راس السنه. بنشكل كله كده. عايزه اقول لكم ريحه المعجنات في البيت بتبقى هايله، تسخينه الفرن نفسها كده وريحه المخبوزات لما حد كده اول ما يفتح باب الشقه. ياه، شايفين احنا لما بنبقى ماشيين كده جنب فرن فينو ونشم ريحه المخبوزات نقعد نعمل كده. اهو البيت بتاعك النهارده يبقى كده. بصوا بقى، ببدا ان انا خواتم عماله كده، وانا محتاجه اغير الكلاف ده عشان حرق مني جامد. اشتغل من غيرها مع ان انا بحب الشغل في العجين، بس عشان
انا بحب دايما ان انا اشتغل في العجين وابقى حاسه بملمس العجين. بسم الله. يلا بينا. العجينه اللي احنا هنعملها دي هي دي اللي عامله زي الورده ديت. كنت بجيب الكلوفز عشان كده كانت الكاميرا على العجينه. يلا غيرنا الكلوفز بتاعنا وتعالوا اوريكم عملنا الورده دي ازاي. بنعمل كده دايره عاديه خالص، دايره عاديه خالص، واروح جايبه كده الجبنه الشيدر او الموتزاريلا ايا كان، واروح عامله كده لفه دي على دي. شايفين بقت عامله ازاي؟ واروح جايبه دي كده ودي كده، بقت بالمنظر ده. ابدا ان انا ارص، اقفل هنا عشان ما تتفتحش مني، وابدا ان انا ارص تاني كده. عايزه بقى تحطي واحده شيدر واحده موتزاريلا اللي يعجبك بالمنظر ده، والف كده. بصوا بقت عامله زي السندوتش. اجي هنا كده والم الطرفين مع بعض. عايزه بقى تقللي الجبنه تزودي الجبنه زي ما انت عايزه، وارص جنب بعضه كده لحد ما بتخلصي الكميه كلها. بتبقى داير ما يدور عامله زي الورده، تطلع معاكي زي الفل. بتسيبيها تخمر وبعد كده تسوي. بس قبل ما تسوي، بعد ما تخمر، بتحطي عليها الدهان بتاع الوش اللي هو ايه، كان شويه حليب وحبه نسكافيه، بتلفيهم مع بعض كده يدوبوا، ترجعي تدهني الوش تدخلي الفرن. متهيألي اسهل من كده مفيش. حبه معجنات بكام كيلو دقيق، تمام. وعلى فكره العجينه دي اعمليها باي نوع دقيق، اي نوع، مش شرط بقى هقول لك دقيق جميع الاستخدامات او دقيق مخبوزات، ان شاء الله حتى تجيبي سايب من عند العطار، ما عنديش اي مشكله، هيشتغل معاكي وهيطلع معاكي زي الفل. حبه معجنات في البيت بركه بركه والله العظيم وخير كده. ولادك الصبح لو قمتي دلوقتي بعد اللايف بتاعنا ده شغلتي العجان، ما عندكيش عجان ربنا يكرمك ان شاء الله وتجيبي عجان، عشان بيسهل عليكي كتير قوي. العجان في البيت بيسهل كتير. عيش شغال، خليه نحل شغال، عيش فينو شغال، بقسماط ماشي، ايا كان، كيكايه ماشي، مخبوزات ايا كان نوعها ايه، العجان دوت ايدك ورجلك. بسم الله. بنلم كده الاطراف بالشكل ده كده. سهله جدا وبسيطه، هتكمل معاكي وهتطلع بالشكل ده. ايه رايكم؟ انا مش عايزه اطول عليكم كده في اكتر من كده في اللايف. كان المهم بالنسبه لي ان انا اوريكم العجينه عامله ازاي. بسم الله. بصوا شايفين؟ الله اكبر، اللهم بارك، الله اكبر، اللهم بارك. بصوا تحفه تحفه تحفه. عملناها النهارده واستخدمنا فيها العجان اللي بقى ايدي ورجلي في البيت. هسيبها تكمل التشغيل بتاعها. عملنا بيها اصناف حلوه قوي، عملنا خليه النحل وعملنا النحل بيتزا. استنوا اوريكم الحاجه كلها قدامكم كده. وعملنا خليه النحل اللي هي الورده بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. حبه مخبوزات يستاهلوا بقكم، عملناهم على قد ايدينا بعجينه واحده معتمده، عملنا منها حلو وحادق. ارجع واقول احشي زي ما انت عايزه تحشي حلو ماشي، عايزه تحشي حادق ماشي، اعملي اللي انت عايزاه. مش فاكره البلبله فين. خلاص بقى، كنت عايزه افتح لكم الخليه الساده واحشيها لكم نوتيلا، بس بصراحه مش قادره، بدات اهبط. الفرن عند درجه كام؟ وقت قد ايه؟ الفرن عند درجه هنبدا ب 200 عشان يسخن، وابدا انزل بعد كده ل 180. حته وقت قد ايه على حسب الفرن بتاعك، ممكن يكون عالي ممكن يكون واطي. هي اما تلاقي الوقت الارضيه بتاعتها استوت، ده لسه مطلعينه اهو، خدت اللون الحلو ده وخدت اللون من فوق، طلعيه ما شاء الله اللهم بارك عليها. هرد على كل كومنتاتكم اللي موجوده. الحشوه النوتيلا او الجبنه في الخليه بتتحشي امتى وازاي؟ زي ما عملنا اهي. بتمسكي لو انت هتحشيها قبل ما تسوي، بتمسكي العجينه كده
بتبططيها وتروحي حاطه الحشوه هنا وتبداي تقفلي عليها كده كده. بقت عندك الخليه محشيه. طب لو انا عايزه احشيها بعد، تعالوا كده هقول لكم على حاجه. بصوا، هنعتبر ان مكعب الجبنه ده هو مكعب الشوكولاته، هنحطه هنا كده، هروح قافله كده كده. قفلت اهو، اتقفل عليها خالص. اعمل كده علشان ما تطلعش. بصوا اتقفلت خالص، ما طلعتش اهي. وارصها في الصينيه. هتبدا ان هي بعد كده الشوكولاته اللي جوه تسيح، حاطه جبنه هتسيح، هتطلع زي الفل. الدهان بتاعها بس اهم حاجه حليب ونسكافيه، مش عايزه اكتر من كده عشان ما بحبش الزفاره. مضطره اقفل اللايف بقى عشان بدات اهبط، مش قادره عشان وقعت منكم بسبب ضغط البيوتا. اشوفكم على خير واشوفكم على خير، واتمنى يكون اللايف مفيد. وعايزه اشوف تطبيقاتكم لخلايا النحل والبيتزا والميني بيتزا وكل حاجه احنا عملناها النهارده. بحبكم في الله، واستنوني في لايف جديد ان شاء الله باذن الله. هنعمل فيه الكحك والبسكوت عشان اخواتنا المسيحيين عشان العيد بتاعهم، واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. يا ربنا يديكم ويرضيكم دايما بالخير، واقول لكم سلام عليكم، باي.